كده التمر هندي، وحطيت عليه سكر زي اللي بيجي من بره اهو. بصوا تمر هندي كده، عملت التمر هندي وكده الكركديه، وهعمل عناب وهتشربي احلى عناب. كده عملت التمر هندي مع الكركديه وهتشربي احلى عناب. بسم الله. ده مركز، ده العناب تمر هندي على كركديه وعليه سكر. شكله بعد ما انطحن كده. الكركديه وده التمر هندي وده العناب، ده العناب تمر هندي على كركديه، وده الكركديه لوحده. يا حبايبي ده التمر هندي. كل سنة وانتم طيبين يا رب وبألف خير. كده ده التمر هندي، لازم تفصصيه الأول. احنا كنا بنبله وننقعه، بس انا هعمله لكم باودر. كنا بنبله نشطفه ونبله في ميه، بس انا هعمله لكم باودر. هشطفه برضو، هفصصه كده. لا هو متغلف، هفصصه واشيل منه البذور، كده، مش هخلي فيه اي حاجه، وهنشفه اهو. شفتوا البذور دي؟ انا هطلعها منه. شفتوا البذور دي؟ انا هطلعها منه اهو، وهقطعه حتت وهنشفه برضو على درجة حرارة هادية في الفرن، وهعمله باودر واعمله عناب. كده يا حبايبي عشان ما اطولش عليه، هعمله لكم يا حبايبي زي اللي بيجي من بره، باودر زي اللي بيجي من بره. بس اهم حاجة هنشيل البذور اللي فيه، اهم حاجة هنشيل البذور اللي فيه. ده التمر هندي اللي بنجيبه قطع، وكنا بننقعه في مية ونصفيه، لا انا هعمله باودر واحطه في الفرن، بس اشيل البذور اللي فيه. كده تبقي بقى حاجتك في ايه تحت ايدك وضامنه نظافتها كده. وكده هوريكم، هنشفه واوريكم الطريقه. بس اهم حاجه تشيلي البذور اللي فيه، البذور دي اهم حاجه تشيليه، عشان وانتي بتضربيه في الكبه ما دي البذور اللي فيه. شايفين البذور اللي فيها؟ هعمله واوريهولكم، ومعاكم خطوه بخطوه بعرفكم كل حاجه وكل جديد. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حبايبي ده الكركديه هعمله لكم العناب بس بطريقة البودر. بصوا لازم اشطفه الأول عشان بيبقى مطرب وفيه تراب، لازم اشطفه الأول واعمله لكم وانشفه لكم واعمله لكم بودر.
لازم يتشطف الأول عشان لو فيه تراب ولا عصر ولا شوائب ولا حاجة. واعمله لكم عناب. شايفين فيه تراب وحاجات يعني، شايفين فيه تراب، لازم اعمله اشطفه الاول. كده انا شطفته، لازم يتشطف عشان التراب واي شوائب فيه. شطفته واحطه في الفرن على درجة حرارة هادية لغاية ما ينشف. بس لازم يتصفى الأول، لازم يتصفى الأول وبعدين احطه في الفرن ونشوفه لكم واوريلكم بقية الطريقة. طريقة تنشيف التمر هندي، طريقة تنشيف التمر هندي أنا هوريهولكوا وأعملهولكوا بودر، بس على شرط تشيلي البذور دي، تشيلي البذور دي. كمان الكركديه أنا شطفته عشان الأتربة والحاجات اللي بتبقى عليه، شطفته وصفيته وسبته ينشف. وهدخله بقى أنا الوقت الفرن على درجة هادية واسيبه يتحمص واعمله لكم بودر زي بتاع المحلات. شفتوا اللي انتوا بتشتروه من المحلات، انا اعمل لكم زي. انا شطفته الاول عشان الاتربه بيبقى فيه تراب، لان لما بنقعه بشطفه الاول، فانا شطفته قبل التحميص ده شطفته. وهنا التمر هندي اهو، لما يتحمص هعمله لكم بودر واعمله عناب زي اللي انتوا بتشتروه من المحلات. شايفين شايفين انا شطفته. سامعين سامعين؟ سامعين؟ شطفته وحطيته على درجة هادية في الفرن. طبعا لسه هيتعمل من الشوائب اللي هي فيه. شايفين شايفين الكركديه البودر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخي حبة مية كده عشان ايه، ده كركديه بودر. الكركديه
التمر، وده التمر هندي. تمر هندي اللي انا عملته قدامكم وحمصته في الفرن. هعمله قدامكم برضه، هضربه في الكبة وهعمله قدامكم وتشوفوه. بصراحة انا خفت على الكبة فدقيته شوية كده، لان شوفوا خفت على الكبة تتكسر فدقيته شوية كده قبل ما احطه في الكبة. دقيته شوية كده قبل ما احطه في الكبة برضه عشان اعرفكم كل حاجة. هو الوقت اتحمص اهو، شوفوا ودقيته شوية عشان خايفة على الكبة راحة. مش عايزة ازعاج. شايفين تمر هندي اهو، وبرضه هعمله في المصفى برضه عشان الشوائب او تطحنيه قوي اهو. ترجعي برضه تحطوهم تاني تطحنيهم. شايفين التمر هندي؟ شايفين اللي انا طحنته المطحن اهو؟ شوفوا بقى بودر. كل ما تعمليه تطحنيه اهو، وبرضه هتعمليه بالمصفى وتعمليه تاني عشان الشوائب برضه لو في شوائب ولا حاجة. كده التمر هندي، وحطيت عليه سكر زي اللي بيجي من بره تمر هندي. كده عملت التمر هندي، وكده الكركديه، وهعمل عناب. كده الكركديه والتمر هندي، وهتشربي احلى عناب. كده عملت التمر هندي مع الكركديه وهتشربي احلى عناب. هعمله وهرجع اصفيه تاني بمصفى عشان لو في اي حاجة، والسكر حسب المزاج بقى، السكر حسب المزاج. بسم الله. هتصفي برضو وهترجعي وانتي بتحلي بقى مركز، والتحلية السكر حسب انتي وراحتك، تحلي ما تحليش انتي وراحتك، السكر على قد. ده العناب تمر هندي على كركديه وعليه سكر شكله بعد ما انطحن كده. ده الكركديه، وده التمر هندي، وده العناب. ده العناب تمر هندي على كركديه، وده الكركديه لوحده.